اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة كود فيرس. النهاردة انا جاية اتكلم معاكم، صح؟ مش جاية اشرح حاجة. الحمد لله البيج فتحت. انا جاية النهاردة اتكلم ونفضفض شوية زي ما عملنا قبل كده في الفيديو اللي فات. لا، الفيديو اللي قبل مش عارفة، مش مهم. المهم، فجايين ندردش ونفضفض شوية ونتكلم مع بعض. فايه رأيكم؟ انا حسيت ان انا يعني انه حلو قوي ان انا اعمل معاكم كده كل فترة، فقلت يعني ماشي. فالمهم، بس متعودتش على كده. المهم، خليني ابدا معاكم اول حاجه. بما ان احنا بدانا سنه جديده، انا عارفه ان هي متاخره بس ماشي. بما ان احنا بدانا سنه جديده، تعالوا كده ان احنا نعمل زي مقارنه ما بين الماضي بتاعنا والحاضر بتاعنا اللي احنا فيه دلوقتي. انا عارفه ان سني صغنون شويه، عندي 14 سنه. في شهر 7 الجاي ده هتم 15. آم، فتعالوا بقى ان احنا نعمل المقارنه دي. مبدئيا انا من زمان وانا بحب الرسم جدا يا جماعه، بحبه قوي. والله باحبه جدًا، باحبه جدًا وما زلت على فكرة باحبه، بس مش باعرف أرسم. عارفين أنتم اللي هو حُب من طرف واحد، هو كده، هي كده بالضبط. أنا مش باعرف أرسم يا جماعة، فاشلة في الرسم. يعني لمّا باجي أمتحن حتى رسم، بارسم لهم شجرة ووردة بالعافية أصلًا. فبجد يعني يا جماعة يعني، بس أنا باحبه جدًا، يعني باحب أوي. المهم، فمن زمان بقى وأنا ماما يعني هي الداعمة اللي كانت معايا في الخطوات دي، ربنا يخليكِ ليّا. وإيه، فهي اللي كانت يعني بصراحة أنا كنت مرمطاها في حتة الرسم دي. كنت باخليها تشتري لي كل حاجة بتاعة الرسم، من ألوان أكريليك وألوان جواش وألوان فلوماستر وألوان كل حاجة، أي حاجة. كنت حاسة إن أنا شوية كده هادخل فنون جميلة. المهم، ف لقيت بقى يعني أنا كنت باحب الرسم، كنت باقعد أعمل practice عليه كتير، طول الوقت كنت باحب أقعد أرسم. بس اكتشفت إنه مش ليّا، حُب من طرف واحد والله، فمش ليّا. وجربت حاجات كتيرة. مش هنتكلم في الرياضة، بس لأن أنا كده كده حاليا بلعب دلوقتي كرة يد أصلا، هي هاند بول، فمش هتكلم في الرياضة. خلينا نتكلم في اللي احنا بنعمله واحنا قاعدين كده. فقلت، فماما، لا بصراحة ماما، فماما فكرت كده وقعدت تقول وليه ما تعلمش برمجة؟ البرمجة دي هتبقى أصلا المستقبل، زي ما بنقول كده لغة المستقبل، هي هتبقى لغة المستقبل. فليه؟ فبدأت بالسكراتش. في كومنت جالي في فيديو انا مش فاكره انهي فيديو بصراحه. المهم في كومنت جالي بيسالني ايه، ازاي بداتي برمجه. فقلت اجاوب. حسيت ان انا ممكن ادردش معاكم برضه في الحته دي. انا يا جماعه بدات البرمجه بالسكراتش. بالسكراتش، حاجه بسيطه كده. يعني بدات بالسكراتش. كنت الانستراكتور بتاعتي شافت عندي حاجة، قالت لي الحاجة دي بتبقى نادرة. يعني قالت لي إن هي حلوة جدًا وفي ناس ما بتبقاش عندها. أنا عندي حاجة اسمها self learning، اللي هو التعلم الذاتي. يعني إيه؟ يعني إن أنا باحب أتعلم لوحدي، مش لوحدي، باحب أكتشف. عارفين اللي هو باحب أقعد بقى إيه، أفنن وأقعد أشوف وأعمل وكده. كنت أنا كده. المهم، فقلت لها انا فعلا بحب الحاجه دي، بحب اعمل كده، وبالذات لو حاجه انا بحبها قوي وحاجه انا حطاها في دماغي، فبحب ان انا اركز عليها واحب ان انا اقعد ادور واكتشف واقعد اشوف دي بتعمل ايه، دي بتعمل ايه، فكده. فايه، عارفين يا جماعه يعني بجد. المهم مش هنكمل. المهم، ف اسمه ده. فدي طبعا حاجه كويسه. فالمهم انا كنت بعد ما خلصت انا بقى في سكراتش ده يا جماعه، كنت عامله حاجه بسيطه كده، اللي هو ايه، مثلا انت مثلا عارفين الزومبا، عارفين رقصة الزومبا؟ معلش. عارفين رقصة الزومبا؟ هي كده. كنت عامله حاجه شبه كده، كنت بقوم ارقص معاهم والله بالابلكيشن، قصدي الجيم بتاعي انا كنت بقعد اقوم ارقص معاهم. كنت بحب جدا الحاجات دي يا جماعه. يعني والله العظيم حاجات بسيطه دي كانت حلوه قوي، كانت بتفرحني جدا يعني. المهم، شويه شويه بدات ان انا ادخل على اب انفنتور وبيكتو بلوكس و... واسمه ايه ده، وروبو مايند، الحاجات الحلوه دي. فالمهم، كل الحاجات دي يا جماعة بتشتغل عن طريق الكود بلوكس. قصدي كود بلوكس. آه يا ربي، اللي هو البلوكس. يعني بدل ما بتكتبي الكود، بتجيبي البلوكس كده وتقومي ملزقاها بعض زي بازل كده، فاهماني؟ فهي كده. المهم، فأنا آم، يعني كنت بحب اقعد اكتشف بقى. فالمهم انا ايه، ساعتها نزل اتشهر شات جي بي تي. اكيد كلكم عارفين شات جي بي تي. فاتشهر، وانا ساعتها كنت لسه بتعلم في اب انفنتور. فقلت ليه يا بنتي يا ملك تعمليش انت كمان حاجه شبه كده؟ فيا جماعه قعدت اعمل سيرش واتفرج على فيديوهات
واروح في مواقع واطلع من مواقع. المهم ما نجحش ما عرفتش اعمله. انا عملته بس كان في حاجه واحده بس ناقصه، لو كانت نجحت كنت بقيت في حاجه تانية. بس ما ربنا ما اردش. المهم، فانا بحب قوي اعمل الحاجات دي. يعني يا جماعه حاولوا ان انتوا تنموا المهاره دي عندكم. على فكره حوار السيلف ليرنينج ده مهاره، بجد مهارة، ومن المهارات اللي فعلًا، فعلًا لو كانت عندِك أنت شخص نادر جدًا، أو أنتِ شخصية نادرة جدًا. أنتِ شخصية المفروض تكوني بتفتخري بنفسِك والله بجد. أنا باحترم الأشخاص اللي عندها الself learning دي أو التعلم الذاتي بجد. اتعلمي مع نفسِك. قصدي معلش خلّينا نتكلم بقى كده بالراحة. أنا دلوقتي عايزة آخد كورس برمجة، مثلًا عايزة أدخل في لغة بايثون، أوكي. طبيعي ممكن ما ألاقيش حاجات كويسة، ما فيش حاجات ممكن تكون موثوق فيها أوي. ادخلي اعملي searches واتفرجي وحاولي واكتبي أكواد وجربي واعملي، ما فيش حاجة تمنع ده على فكرة. ما فيش حاجة تمنع ده. كلها حاجات for free وحاجات جميلة جدًا. فخلي بالِك من النقطة دي، أو خلي بالك من النقطة دي. الself learning جميل جدًا. المهم، فإيه، اتعلمت برمجة، وشوية شوية بدأت أدخل في مسابقات، حاجات من اللي أنا خدتها في الاب انفنتور. والحمد لله، الحمد لله فضل ربنا إن أنا دخلت السي بلس بلس، لغة السي بلس بلس. طب مالك، معلش ممكن أسألك سؤال؟ ليه بدأتي بالسي بلس بلس؟ سؤال حلو، خليني أجاوب عليه. مبدئيا كده، أنا لما بدأت سي بلس بلس أنا ما كنتش بادئة بيه، دي أولا. أنا بدأت بالبايثون أصلا، دي حاجة بس عشان تبقوا فاهمين. أنا بدأت بالبايثون زي أي شخص بيبدأ بالبايثون. وكنت فاكرة إن زي ما أنتم بتقولوا إن البايثون سهل وجميل. أنا قبل ما أتعلم سي بلس بلس فكنت شايفة إن البايثون ده أحلى حاجة في الكون حصلت، أجمل لغة، وعلى فكرة هي جميلة جدا. بس لما قارنتها ما بين سي بلس بلس، لا 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 لا، سيبكم. انا عارفه ان في ناس هتقعد تقول لا يا مالك ازاي البايثون سهل جدا، ده انت مثلا عشان تكتبي هلو وورلد في السي بلس بلس محتاجه بتاع سطرين. هنا في البايثون محتاجه سطر واحد بس. لأ، هي مش بالسطور، هي بالفهم. يا جماعة أنا لمّا فهمت البرمجة، أو قصدي لمّا فهمت اللغة، يا جدعان لقيت إن بجد والله العظيم C++ سهلة جدًا. يعني أنا عندي حد في عيلتي دخل كلية computer science في جامعة عين شمس. جامعة عين شمس؟ جامعة عين شمس، مش فاكرة، المهم. وهي يا عيني مش عارفة حاجة أصلًا في البرمجة، فكانت بتيجي أصلًا ساعات كنت باساعدها. المهم، فهي لما دخلت لقيتهم بدأوا بالسي بلس بلس، بادئين معاها بسي بلس بلس. ما هي ما تعرفش أي حاجة في البرمجة، هي داخلة مش فاهمة أي حاجة، لقيت نفسها في سي بلس بلس. فلما سألتني قلت لها على فكرة أنا بحترم جدا الناس اللي بتبدأ معاكم بسي بلس بلس، لأن فعلا يا جماعة هو ده الصح. مفيش حاجة اسمها ابدأ بالبايثون. بايثون ده بعد سي بلس بلس. يعني عشان ما نقفرش، ممكن يكون بعد سي بلس بلس، أنا معرفش. بس أولًا ابدأوا بسي بلس بلس. نصيحة والله، نصيحة بجد، نصيحة. ابدأوا بسي بلس بلس، ما تبدأوش بالبايثون. فكرة إن أنا أبدأ بالبايثون دي بقت قديمة أوي، قديمة جدًا كمان. يعني خلاص خلصت. فدلوقتي من هذه اللحظة إحنا هنبدأ بسي بلس بلس. عشان كده لما بدأت أعمل برمجة وأعلم برمجة للناس المبتدئة، قررت إن أنا أبدأ بالسي بلس بلس. ما بدأتش حتى زي ما الناس بتعمل، ان انا ابدأ بالحاجات البسيطة زي السكراتش والاب انفنتور وكود دوت اورج وبيكتب بلوكس وروبومايند والحاجات دي كلها. انا ما بدأتش بيها، انا بدأت على طول بسي بلس بلس. وبدأت كمان بالبروبلم سولفنج، رغم ان الحاجة دي very advanced. وبس انا حسيت ان ده الصح وده اللي انا كان لازم اعمله. بدأت أعلم لأن أنا يعني لما بدأت أعلم اللغة، أو بدأت أعلم البروبلم سولفنج، حسيت على فكرة إن الموضوع حلو قوي بجد والله. حسيت إن أنا فاهمة أكتر. يعني أنا باحل المسألة مرّة، لأ أنا باحلها كمان مرّة، يعني كإني باحلها مرّتين معاكم. فبجد كانت حاجة حلوة أوي. فالC++ أنا بانصح أي شخص عايز يبدأ برمجة، بالذات في اللغات، ابدأ بC++. نصيحة، ابدأ بالC++. مش هاقول أكتر من كده. أوكي. فبدأنا بالسي بلس بلس بقى، نتكلم عن نفسنا شوية. فبدأت بالسي بلس بلس، وخدت كورسز وعملت حاجات ومحتاجات، وعملت دخلت في مسابقات كومبيتيشنز، وعملت الحمد لله بفضل ربنا دخلت في كومبيتيشن. كانت دي الكومبيتيشن اللي هي هتأهلني للمستوى اللي هو الأعلى اللي أنا حاليا بقيت فيه دلوقتي.
المستوى ده اللي هو ايه، ان انا ادخل في الاولمبيكيات زي ما بنقول، زي ما انا كنت بنزل لكم في الفيديوهات اللي فاتت. نزلت لكم 2 فيديوز وانا ببعت اسئله للانستا. على فكره يا جماعه الفيديوهات دي والله مش هزار، بس والله الفيديوهات دي انتوا لو دخلتوا اتفرجتوا عليها هتفهموا المساله، لان هي مش هزار. آم، ان دي مسائل اللي بتتحل يعتبر في، لا مش يعتبر، هي اصلا دي مسائل اللي بتتحل في الاولمبيكيات. اوكي، هي دي. ف اسمه ده، فلما دلوقتي دخلت بقى في المستوى ده، الحمد لله فضل ربنا، دخلت في كومبيتيشن يا جماعه كانت كبيره جدا. كومبيتيشن كانت متقسمه على 5 مراحل. اول مرحله المرحله السهله، ثاني مرحله المرحله السهله شويه، الاصعب شويه الميديال، بعد كده الهارد، بعد كده الامبوسيبل، بعد كده اللي هو ايه مستحيل، اللي هو مفيش حد يحلها. بس انا الحمد لله الحمد لله الحمد لله اتحلت الحمد لله. ما جبتش 1000، هي كانت الدرجة أعتقد على ما أفتكر كانت من 100,000 ل100,000، أنا جبت 99,000 من 100,000. جبت 99,000 من 100,000. فقلت الحمد لله، يعني الحمد لله مش مشكلة. بس الحمد لله اتأهلت للمستوى اللي أنا بقيت فيه دلوقتي، فدي حاجة أنا فخورة بنفسي فيها، وبقول لنفسي بجد أنا فخورة بك يا ملك والله يا جماعة، بجد والله. البرمجة حلوة جدا على فكرة، ومفيش حاجة برضو اسمها البرمجة مش للجميع والكلام ده. البرمجة عايزة حد عنده شغف. بصوا خلينا صراحة، البرمجة عايزة حد عنده شغف. اوكي، ده كده انا بتكلم دلوقتي في الماضي. خلينا بقى نتكلم في الحاضر. ان انا دلوقتي بقيت زي ما بقول لكم، انا دلوقتي بقيت في مستوى احسن الحمد لله. عملت قناة بعلم فيها ناس البروبلم سولفينج في لغة سي بلس بلس، ودي حاجة برضو أنا حاساها من جوايا إن ده حاجة كويسة جدا إن أنا بدأت أعمل كده، وبجد أنا فخورة بنفسي. تمام، لأن برضو السن يعني ما بص، ما فيش حاجة اسمها انت سنك صغيرة مش هينفع تعملي ده، إن أنا سمعت الكلام ده كتير 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 كتير. ما فيش حاجة اسمها كده يا شباب، مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. سنك، انا لما بقعد اقول لنفسي، انا مثلا انا دلوقتي يا جماعه مره جت عليا هبه كده ان انا عايزه ادخل هارفرد. شايفين بقى، شايفين حاطه لكم بقى باك جراوند هارفرد وحركات، شايفين الجمال. هبت في دماغي كده ان انا دلوقتي انا عايزه دلوقتي ادخل هارفرد. فالمهم دخلت عملت سيرشز بقى وسالت جي بي تي والكلام ده كله. المهم انا لما بتهبط في حاجه في دماغي بقوم اعملها. المهم ايه، بس يعني مش مهم. المهم دي ايه كانت اول حاجه، احنا كنا عايزين نعمل مقارنه بين الماضي والحاضر. طيب تعالوا بقى، تاني حاجه ان احنا نعمل زي كده ايه، نعمل تحديات واهداف المستقبليه، ان احنا نحكي عن التحديات اللي واجهتنا في ان احنا واحنا بنحقق طريقنا في الاحلام، في احلامي. في تحديات كتيره جدا قابلتني مبدأ اولهم الوقت. يا جماعه الوقت ده انا اكتشفت انه، يعني الوقت ده يا جماعة صعب. أنا كنت متخيلة بقى إنه عادي، يعني ده وقت إيه يعني، أخلّص دراستي من هنا أقوم أعمل برمجة وأقوم أصلّي والكلام ده كله. ما طلعش كده يا جماعة خالص. أنا يا جماعة كل يوم ممكن يكون عندي في الcourse بتاعي homeworks أوكي أعملها. أنا اكتشفت في دراستي إن أنا ما كنتش باعرف أنظّم وقتي خالص يا جماعة، خالص. يومي كان كله مكركب، يومي كان كله كده، مدرسة، دروس، تمرين. أنا كنت في اليوم كنت عادي جدًا باروح تمرينين، تمرين الfitness بتاعي وتمرين الhandball بتاعي، عادي جدًا. كنت باروح في اليومين التمرينين عادي خالص، ما كانش بيحصل أي حاجة. فتمرين، مدرسة، دروس، واجبات، تقييمات بقى والحاجات دي، امتحانات، كل الكلام ده كله، وتمارين بقى. فكنت باكتشف إن يومي كان متلخبط، وأول حاجة كنت بافقدها في حياتي الصلاة. بجد، بجد والله يا جماعة أنا كان عندي مشكلة إن أنا ما كنتش باعرف أصلّي، مش باعرف أصلّي، مش منتظمة. عارفين اللي هو إيه، أصلّي اليوم مثلًا لحد المغرب والعشا اللي هو إيه كنسل كده. عارفين اللي هو باصلّي يوم ويوم لأ، هو كان كده. فبجد الوقت ثمين جدًا، غالي أوي. ففعلًا دي من أكتر الحاجات اللي واجهتني في طريقي، الوقت. الوقت بجد أنا لو عليّا أعمل لكم فيديو لوحده أكلمكم فيه عن الوقت، إنه بجد ثمين جدًا وغالي أوي علينا، وربنا هو اللي هيحاسبنا عليه بجد، على كل دقيقة وكل ثانية إحنا بنعملها دلوقتي، بجد حرفيًا. فدي إيه من ضمن الحاجات اللي كانت و
يعني واجهتني. تعالَ بقى نتكلم عن أهدافي المستقبلية، اتكلمت عنها قبل كده، بس خلّيني أتكلم عنها تاني عشان أكيد أنتم زهقتوا يعني. المهم خلّيني أتكلم إن أنا نِفْسي إن شاء الله بإذن الله يا رب، يا رب، يا رب، يا رب، إن أنا أدخل جامعة هارفارد وأتقبل فيها إن شاء الله، تيجي لي منحة كده إن شاء الله يعني، إن شاء الله، إن شاء الله يا رب، وأبقى كده دكتور في أو بروفيسورية كده في في البرمجة، في الكمبيوتر ساينس إن شاء الله يعني. فدي كانت إيه من ضمن أهدافي المستقبلية. بعد كده تعالوا إيه نعمل إيه تاني. أنا بقى إيه أقول لكم كده شوية حاجات كده تحفزكم. آه بص، مبدئيا أي شخص، أي حد، سواء كان سنك إيه، سواء كانت إمكانياتك إيه، سواء كانت إيه، سواء كانت إيه، سواء كانت إيه، أنت عايز حاجة اسعى علشان تلاقيها. أنا باغنيها كده والله بجد. أنت عايز حاجة اسعى علشان تلاقيها، لأن في آية في القرآن بتقول: وليت للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. صدق الله العظيم. أنا كده يعتبر لخصتها في الآية دي. ولما بجد لما عرفت معنى الآية يا جماعة اتصدمت. هي كانت مفهومة، بس لما بدأت بقى أتدبرها أكتر وأعيشها عرفت فعلا معنى الآية دي بجد. فيا جماعة، أنت عايز حاجة لازم تسعى عليها عشان تلاقي نتيجة. طب ما سعيتش مش هتلاقي. هي كده، هي ماشية كده واحدة بواحدة، زي ما بنقول واحدة بواحدة. عايز حاجة اسعى. طب عايز حاجة مثلا، يعني مثلا في ناس بقى تقول لك ايه، قاعدين مثلا على التلفزيون اللي مثلا عنده بلاي ستيشن، فمثلا عمال يلعب على البلاي ستيشن ويقول يا رب انجح، يا رب انجح. هو قاعد بيلعب اصلا. حبيبي انت عايز تنجح؟ حاضر حبيبي، تنجح ان شاء الله، ان شاء الله. وانت بتحلم حبيبي وانت نايم كده